بصوا بقى، انا جايه احكي لكم على موقف حصل لي بجد هيجنني. بص، انا دلوقتي خارجه بس الموقف قافش دماغي، فقلت لازم احكيه لكم. مش الفيديو اللي انا نزلته لكم المره اللي فاتت بتاع الست الكبيره اللي قاعده تعدي في فلوس ورزم وتصنفهم دول؟ لا 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 لا. انا وانا راكبه الميكروباص وراجعه مروحه، طلعت ست كبيرة عندها أكتر من 70 سنة والله، ولا 75، طالعة مش قادرة تمسك نفسها من الرعشة بتاعت الشيخوخة وكبار السن، وطالعة ساندها 2 شباب، ربنا يعفي عنا وعنكم. ست كبيرة. أنا عايزة أقول لكم دي لولاش إن الله يرحمها أمينة رزق ماتت كانت زمانها قعدتها في بيتها. الولاية طلعت قعدت جنبي. اول ما طلعت ادفعوا لي يا شباب، ما حدش خد باله من صوتها، راحت قاعده. معلش يا اسطى انا مش هقدر ادفع والنبي، اصل انا معيش غير 5 جنيه وهاكل بيها سندوتش وهبات في الشارع. وقعدت بقى تدعي بقى على بنتها ضرباها. والمهم كل كلامها ده موجهه ليا، وانا قاعده وساكته وعماله اسمعها. بصراحه قلبي بيتقطع، ازاي ست كبيره بالشكل دوت. المهم راحت فاتحه كان معاها كيس كبير كده زي كيس المخده. فتحت الكيس ده، طلعت منه كيس نايلو صغير كده فيه 5 جنيه وكام جنيه فضة. معلش يا اسطى دول اللي معايا والنبي هجيب بيهم سندوتش وهبات في الشارع. معلش انا هكلم صاحب الدكانه بتاع القهوه يبيتني في الدكان. معلش يكفيكوا شر العيا يكفيكوا شر المرض، اصل انا بنتي ضربتني، بصوا دراعي ضربتني وشدتني من الشعريتين اللي حيلتي. وبصوا بقى يا لهو على كميه الاتقان بقى والكهن اللي ملوش حل. بيخلوا الواحد لو عايز قلبه تعاطف مع حد، لا. معلش انت لو هتتعاطف اتعاطف مع اللي في حتتك، اكيد انت قاعد وعارف في حتتك مين اللي يستاهل ومين اللي ما يستاهلش. على الاقل هتبقى مطلع القرش وعارف ان اللي مطلعه ده يستاهل. سيبكم الكلام ده بقى. طلعت الشنطة تحطي الكيس بقى اللي هو فيه ال5 جنيه اللي هي محضراه، وكام جنيه ده. طلعت الكيس بتحطي فيه دوت. قسما بالله انا عايزه اقول لكم، بصوا ان انا بصوا قلبي ده بقى يعمل كده 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 من الغيظ من الغيظ. لقيت الشنطه بتاعتها اللي هي فتحتها كده وبتحطي فيها الكيس. انت عارف لما تيجي بتراضي حد كده فانت بتطبق ال5 جنيه وتناولها له، تطبق ال10 وتناولها له. الكيس الكبير دوت القماش ده مليان بالمنظر ده. كرمشه كرمشه كرمشه، 5 عشرات عشريات انا بصيت المنظر ده وتنحت. طب انا دلوقتي اتكلم في العربيه وست زي دي ممكن تتهان، ولا اقعد ساكته بقى ومنها لله؟ جيت وانا قاعده، انا قاعده في اول كرسي. خارج شاب من العربيه طبطب عليها وراح غامزها بفلوس راحت حطاها. خرج شاب تاني راح غامزها بفلوس راحت حطاها. وانا بقى بقى؟ طبعا انتوا حاسين باللي بيحصل في قلبي. بصوا، يعني كنت عايزه اقول لها يا ست في يعني هي لا قادره تحترم سنها ولا حاجه، ولا مش عارفه بقى، مش عارفه. بس ده مش مكياج، هي فعلا ست كبيره في السن. يعني عايزه اقول لكم مثلا في ناس هيقولوا لا دي كانت حاطه مكياج، لا والله ست كبيره والتجاعيد باينه على وشها جدا. وباين ربنا يعافينا ويعافيكم والنبي يا جدعان. انا عارفه احنا كشعب مصري ومسلمين ومسيحيين قلبنا بيرق للمناظر اللي بنشوفها. لو سمحتوا لو سمحتوا، عايز تطلع قرش وقلبك طيب قوي وحنين اديلي اللي يستحقه. طبعا احنا بيوت متقفله بس بيبان، بس كل واحد عارف جاره حالته حاول تساعد جارك، تساعد حد قريب منك. ماشي، بس ده في الدرة زي ما ديننا قال لنا. في الدرة كده ايدك اليمين ما تعرفش الشمال ولا كده، اديه كده اهو. بس اديه اللي يستحقه. الولية كان معاها شنطة كنت هموت واقول لها ما تديني حاجة يا ست. ماشي. النبي يا ريت نرفع الفيديو ده عشان نتعلم احنا مش خلاص بقى يعني. الناس دي بيطلعوا على قفانا بيبقوا مليونيرات ومعاهم فلوس على قلبهم، الفلوس بتاعتهم دودت، الفلوس عفنت، ومع ذلك ما بي ما عندهمش اي تقاضي. وخلي بالك زي ما الدين قال تحسبهم اغنياء من تعففهم. يعني البني ادم اللي محتاج عمره ما بينطق ويقول انا محتاج، بالعكس ده بتبقى كرامته في الدنيا فوق الدنيا كلها فوق راسه. ممكن ما يكونش في جيبه 2 3 جنيه ويقول لك لا الحمد لله ده انا عندي. ممكن ما يكونش في بيته اكل يومه يقول لك لا 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 لا، نعمه ربنا ساترها. فربنا يستركم ويخلينا نبقى في عون بعض كده، بس للي يستحق، للي يستحق. وادعوا لي النبي عشان الست دي علت لي السكر والضغط وكل حاجه. السلام عليكم.